من النهاردة اصحاب المطاعم مش هيدخلوني عندهم تاني. ليه؟ علشان عملت مشاوي في البيت بطعم وريحة الفحم ومن غير شواية فحم. ازاي؟ تعالوا ندخل على الوصفة وانا اقول لكم، بس صلوا على الرسول واذكروا الله دايما، وتعالوا نبدأ في الوصفة على طول. اول حاجة هنجهزها مع بعض هي التتبيلة. جبت بولة وحطيت فيها علبة صغيرة من الزبادي او معلقتين كبار من الزبادي، وبدأت اللي انا افكهم كده بالمضرب علشان ما يبقاش فيهم اي تكتلات. بعد كده هبدأ انزل عليهم بنص كوباية من مية البصل، وعليهم كوباية من عصير الطماطم انا بشراها ومصفياها علشان ما يبقاش فيها اي حاجة خالص. وكمان معايا ربع كوباية من الخل، وعليهم ربع كوباية من الزيت. هقلب كده كله مع بعضه. بعد ما هقلبهم مع بعض كويس هنبدأ ننزل عليهم بالتوابل. تعالوا نشوف التوابل بتاعتنا عبارة عن ايه. معايا نص معلقة فلفل اسود، معلقة صغيرة، نص معلقة سبع بهارات، نص معلقة جنزبيل، نص معلقة كاري، نص وربع معلقة قرفة ناعمة، ومعايا معلقة صغيرة من الروزماري. والملح طبعا هتظبطيه. عايزة اقول لكم ان التتبيلة دي هتعمليها لأي مشاوي تحفة جدا، والزبادي كده بيديها طراوة وحاجة حلوة جدا. هقلب بقى كله مع بعض، وهنحط كمان معلقة صغيرة من السكر او عسل نحل او عسل اسود او دبس رمان. هتفرق معاكي جدا في الشوي، بيدي للشوي لون حلو جدا. تمام، هركنهم على جنب. بعد كده معايا فرخة كاملة قسمتها كده حتت زي ما انتوا شايفين. الورك قسمته على 2، مش على 2، خليت يعني الدبوس لوحده، والعرضة قسمتها على 2. بنقطع الفرخة بتاعتنا لقطع صغيرة، والصدر هتقطعيه قطع برضو صغيرة على حسب حجم الصدر بتاعك. الفرخة اللي معايا ديت وزنها 2 كيلو. تمام، زي ما انتوا شايفين كده مقطعة الصدر على كذا حتة، متقطعة بقى معايا قطع كتير. تمام، بدأت بقى اللي انا اخد قطعة قطعة كده بنزلها في التتبيلة علشان اضمن ان كلها اتبلت. وبعد كده في الاخر التتبيلة اللي اتبقت بحطها عليها كده كلها في البولة، وهغطيها وهتسيبيها على اقل حاجة ساعتين. لو من بالليل يبقى افضل عشان تتبل كويس وتاخد الطعم الحلو وتستوي معاك على طول. وطبعا الفراخ مديها شقة او شقتين كده كل قطعة عشان التتبيلة تدخل في قلبها كمان، والجلد ما بشيلهوش. تمام، بعد بقى ما اتبلت معايا جبت اسمها الشواية او الطاسة المتوفر عندك، وسبتها لحد ما سخنت كويس، وحطيت فيها معلقة زيت. ما كترتش الزيت، انا حاطه اصلا في الفراخ كمان زيت في التتبيلة. وعملتها دهنتها بالفرشة كده كويس جدا، وسبتها لحد ما سخنت معايا كويس، لحد ما تسمعي صوت الطشطشة وانت بتحطي الفراخ كده. لازم تسمعي الصوت ده علشان الفراخ ما تلزقش منك، وكمان ما تنزلش مية. تمام، سبتها بقى كده لحد ما اخدت لون معايا بالشكل ده. وبعد كده بدأت اللي انا اقلبها على الجنب التاني علشان تاخد لون معايا برضو. طبعا بتبقى النار في الاول عالية، وبعد كده بخلي النار وسط علشان تستوي معايا على طول. والتتبيلة بقى بعد ما بقلبها كده بحط التتبيلة بتاعتي اللي باقية علشان تستوي فيها وتاخد من الطعم اكتر كمان. ففي الوقت ده انا كنت برضو معلية النار. تمام، فشوية كده يعني حوالي 10 دقايق، وبعد كده بخلي النار وسط وبغطيها شوية حوالي برضو 10 دقايق كده علشان تستوي، واضمن اللي هي مستوية كويس لحد ما بتستوي معايا ومتاخدش وقت في السوا خالص. بالكتير قوي تلت ساعة هتلاقيها استوت معاكي، لان الفراخ متقطعة صغير فما بتاخدش وقت في السوا، ومتبلة كمان واخدة حقها في التتبيلة. فالتتبيلة لما بتتبل كويس بتستوي معاكي على طول. المهم خدت معانا لون الشوي التحفة ده، حاجة كده جبارة. بعد كده حطت لها فحماية وغطيتها لحد ما اتشربت من ريحة الفحم. عايزة اقول لكم ان كأنك عاملاها على شواية فحم بالظبط. عملنا احلى فراخ شيش مشوية بطريقة سهلة من غير شواية، وعملناها على البوتاجاز وحاجة كده تحفة. عايزة اقول لكم ان هي مستوية وطعمها تحفة. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ ولا تقولولي كبابجي ولا مطاعم بره، اعملي الحاجات دي في البيت لولادك. وعملت معاها شعرية بالخلطة كانت تحفة، جربوها هتعجب.